بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهارده باذن الله هعمل يد الشنطه باك. الادوات المستخدمه هنستخدم خيط مكرميه مصري وابره رقم 5 ملم رقم ممسوح ومازوره للقياس وولاعه هنقص بيها الخيط والماركر او علامات. قبل ما نبدا الفيديو هنسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا هنعمل سلسله البدايه طولها 150 سم. هنعمل كده عقده البدايه الاول، نرتفع بعدد من السلاسل بحيث يكون طولها على القياس على المازوره 150 سم. واحد هكملهم لغايه لما يبقى مقاسها 150 سم. كده انا ارتفعت بعدد من السلاسل اهو، طولها 150 سم. المازوره كده اهو. انا عامله علامات هنا، هقول لكم انا عاملاها ليه كده. مش بشد السلسله اللي انا عاملاها، بقيس على المازوره بتاعها على طول. اهي كده 150 سم. بالنسبه للعلامات دي انا عديت 35 غرزه سلسله من اول غرزه لغايه هنا، 35 غرزه وحطيت علامه. من الناحيه الثانيه عديت من اول هنا لغايه 35 غرزه وحطيت علامه. يعني الجزء ده كده ادي الجزء ده بالظبط اللي فيه العلامتين. هنرتفع بواحد سلسله ونلف الشغل بتاعنا. هندخل في الحلقه الخلفيه اللي هي نص دايره، نعمل غرز حشو لغايه العلامه. كده انا عملت 35 غرزه حشو لغايه العلامه، والطرف الثاني عملت 35 غرزه حشو لغايه العلامه، وفي النص من العلامه للعلامه عملت غرزه نص عمود. بقى ده الشكل. هسيب جزء من الخيط كده واقص في الولاعه. برفع الخيط كده، اسحب الخيط واعمل هنا اربط الخيط عشان ايه العقده ما تتفكش. هنبتدي من هنا من اول العلامه نشتغل على غرز النص عمود، هنشتغل عليها غرزه حشو في الحلقه الخلفيه. ادي اول غرزه، ندخل في الحلقه الخلفيه، نسحب الخيط، نعمل غرزه تثبيت، ونعمل اول غرزه حشو في الحلقه الخلفيه. الغرزه اللي وراها ناخد طرف الخيط ده معانا تحت الشوك، الغرزه اللي وراها في الحلقه الخلفيه غرزه حشو. احنا بنعمل كده عشان نعرض الدراع شويه، خليها عريضه. الغرزه اللي وراها غرزه حشو في الباك، الغرزه اللي وراها غرزه حشو في الحلقه الخلفيه. كده هنستمر لغايه العلامه وغرز حشو في الحلقه الخلفيه. كده انا ثبت طرف الخيط كويس، بقص زياده او ممكن اثبتها بالولاعه في الشغل من جوه. هنستمر لغايه لما نوصل للعلامه وغرز حشو، نعمل غرز حشو في الحلقه الخلفيه. كده عملت غرزه حشو في الحلقه الخلفيه على السطر اللي هو بتاع غرزه نص عمود. هنعمل في الاتجاه الثاني، هنرتفع 2 غرزه سلسله، 1 2 تمام. هندخل ديت اول غرزه تحت الحلقه الخلفيه، نعمل غرزه حشو، اول غرزه حشو في الحلقه الخلفيه تمام. ممكن اشد الخيط بس شويه. هنروح عند اول غرزه عند العلامه في الحلقه الخلفيه بعد ما عملت سلسلتين، هنعمل غرزه حشو في الحلقه الخلفيه او الباك لوب. الغرزه اللي وراها غرزه حشو في الباك لوب، الغرزه اللي وراها غرزه حشو في الباك لوب. تمام. غرزه حشو في الحلقه الخلفيه. نستمر بهذا النمط لغايه لما نوصل للماركر الثاني ده اهو، ونرجع نشوف احنا هنعمل ايه. هنعمل المقبض بتاع الشنطه اللي هو اليد اللي احنا هنثبت فيها. تمام. كده خلصت غرز حشو في الحلقه الخلفيه لغايه ما وصلت للعلامه اهو. واحد
فاضل بس غرزة حشو في الحلقة الخلفية اهي كده. احنا خلصنا السطر، وصلنا للعلامة. هنعمل 2 غرزة سلسلة، 1 2، وندخل في أول غرزة اللي هي سلسلة الارتفاع اهي. نسحب خيط ونطلع نعمل منزلقة. هقص الخيط كده واسيب متر من الخيط مسافة عشان نثبت بيها. هسحب الخيط فوق كده احنا خلصنا الجوب. هسحب الخيط من تحت احنا كده الدور بتاعنا خلص او الحزام بتاعنا خلص. هنعمل بس سطر باللون الاصفر الكناري اللي هو المكرميه الفرنساوي على الغرز المفضله. احنا كنا عاملين غرز حشو في الحلقه الخلفيه او الباك لوب، هنعمل في الحلقه الاماميه اللي هي الحلقه اللي اتفضلت، الحلقه البارزه. تمام. هندخل هنا في اول غرزه هنا في الحلقه اللي فاضله عشان يديها بس شكل حلو، عشان انا عملت ورد باللون الاصفر وثبته في جيب الشنطه. نسحب خيط ونطلع نعمل غرزه ارتفاع، وعلى كل الغرز اللي فاضله نعمل غرزه حشو. هنعمل غرز حشو دوران كده على الغرزه الفرونت لوب باللون الاصفر الميتاليك مكرميه فرنساوي عشان يديها شكل ومنظر حلو. هكمل كده غرز الحشو لغايه دوران، لغايه لما نوصل لاول غرزه. كده انا خلصت غرز حشو في الحلقه الاماميه، الحلقه المتبقيه اهي. ده شكل جميل جدا للحزام اهي. كده احنا وصلنا لاخر غرزه عند العلامه. انا اشتغلت على فتلتين كده، وصلت للعلامه. بنعمل 2 سلسله في الهواء كده، نعمل 2 غرزه سلسله 1 2، ونروح عند اول غرزه عند سلسله الارتفاع، وندخل تحت الحلقتين كده. ندخل في اول غرزه، نسحب خيط ونعمل غرزه منزلقه. كده خلاص السطر خلص. وشدها كويس عشان ما تتفتش، ومسرايه تحت برضو كده، واربط الطرفين مع بعض عشان اثبتهم كويس، طرف البدايه والنهايه. هقولها كده كمان مره. هقص الخيط الزياده بالولاعه واثبتهم كده واربط. شيل بقى علامات شيل العلامات، وهنثبت الجنشين دول اللي بيتركبوا في الشنطه. ندخل طرف الخيط ده ما بين الشغل، نطلعه برضه من الناحيه التانيه. ده كده ايه الظهر، ونطلعه كمان من الناحيه دي. نسحب الخيط كده ونثبت الطرف ده بالولاعه، الطرف التاني برضه نسحبه لجوه
نطلعه من جهه الخلف ونثبته برده بالولاعه، سهله يعني مفيهاش اي تعقيد. احنا كده ثبتنا الحزام في الجنش اللي هو بيركب فيه الحلقه اللي في الجنب بتاعت الشنطه. هنركب برده الجنش التاني في الطرف التاني بنفس النظام، تخييط خياطه عاديه خالص، ونثبت حروف الخيط من الظهر. كده الشكل بتاع الحزام قدام الشنطه الباقي اهو، وده الجزء اللي بيثبت فيه الحلقه اللي جنب الشنطه. ده كده المنتصف، الجزء ده المنتصف كده، يعني ممكن هنحط علامه هنا وعلامه الناحيه الثانيه الجهه المقابله ليه. احنا بنحط علامات ليه؟ عشان نبقى عارفين ده المقبض بتاع الشنطه، عارفين احنا هنعمل لغايه ايه، لغايه كام غرزه. دولت كده غرزتين دولت قبل بعض، يعني الجزء ده هو اللي هيبقى المقبض، ده كده في المنتصف، يعني كده ده كده في منتصف الشنطه. وعاملين ايه؟ جايبين الابره كده من اول الغرزه من هنا، حاطين خيط ونسحب في الغرزتين اللي قدام بعض، هنسحب خيط ونعمل اول غرزه تثبيت، اول غرزه تثبيت كده، وندخل في الغرزه اللي وراها الغرزتين اللي قدام بعض، نعمل غرزه منزلقه. الغرزتين اللي قدام بعض دي ودي كده نعمل غرزه منزلقه. يبقى ده كده شكله، يعني عشان احنا بنقفل الجزء ده تمام. يبقى ده كده الشكل كده. عملت غرز منزلقه، ده المقبض بتاع الشنطه اهو في المنتصف كده، يعني كده الطرفين على بعض كده المنتصف هيتثبت كده في الشنطه تمام اهو. ده المقبض بتاع الشنطه كده. احنا ايه، هنقص الخيط شكله كده، نضفه بإبرة التنظيف. دخل الخيط ده ما بين الشوك، هنقص زياده تمام. يبقى ده كده الشكل كده. عملت غرز منزلقه، ده المقبض بتاع الشنطه اهو في المنتصف كده، يعني كده الطرفين على بعض كده المنتصف هيتثبت كده في الشنطه تمام اهو. ده المقبض بتاع الشنطه كده. احنا ايه، هنقص الخيط شكله كده، نسحب خيط كده، نسحب الخيط ونعمل عقده التثبيت، ونسحب الخيط من جوه الشوك عشان نثبته جوه في الحزام من جوه. الخيط في زياده، احنا كده عملنا المقبض بتاع الشنطه. برضه هنقص الطرف ده، ننضف الخيط ننضفه بإبرة التنظيف. ده الجزء ده المقبض بتاع الشنطه اهو، وده الحزام اللي هو الباقي ده يثبت كده في الشنطه كده. والجنشات هتركب في الحلقات اللي في الجنب تمام. يبقى كده الفيديو بتاعنا خلص. طريقه عمل حزام شنطه باك باسهل طريقه اهو، حزام الشنطه باك وتزيين الحزام كده. الفيديو بتاعنا خلص. ارجو لو عجبكم الفيديو تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وارجو تدعموني وتشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله باذن الله. دمتم بخير، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله، والسلام عليكم.